نقرا لكم وكالة الأنباء الجزائرية واش قالت لك هاولا الخبر هنا. وكالة الأنباء الجزائرية اليوم 13 جويلية 2026: تفكيك مجموعة إجرامية تنتمي إلى حركة ماك الإر بتيزي وزو. تيزي وزو لكل ما يروح لها أجنبي سائح، المخابرات هاك موراه وقدامه وعلى يمينه وعلى يساره. ايوا واش صرا؟ قالك تمكنت المصالح المركزية لأمن الجيش بولاية تيزي وزو الناحية العسكرية الأولى من تفكيك مجموعة إجرامية متمكنة من 6 أشخاص. حسبوا معايا 6 ينتمون، كاع هاد الأشخاص ينتمون لحركة ماك الكبابية حسب الخبر. 4 منهم من جنسية مغربية مقيمين بصفة غير قانونية بالجزائر. يعني المغاربة كثر من ماكيست، كثر من الناس تاع تيزي وزو أو كثر من الناس تاع كانوا ينشطون بالمنطقة، ينشطون يعني ما كان لا أمن لا مخابرات وين في تيزي وزو خلال فترة الانتخابات التشريعية. يعني هما السبب فشل الانتخابات التشريعية وعدم مشاركة الناس فيها. بهدف ماذا؟ علاه كانوا ينشطوا خلال هذه الفترة؟ بهدف التشويش. والله يا كاتبين تشويش، اقسم لكم يا كاتبين التشويش على السير الحسن لهذه العملية حسب ما أفاد به اليوم الاثنين بيان وزارة الدفاع الوطني نقطة. وأوضح ذات هذه الفقرة الزوجة والأخيرة، وأوضح ذات المصدر أنه في إطار الجهود المتواصلة لضمان سلامة وأمن المواطنين، نموتوا عليكم، وعلى إثر الاستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت المصالح المركزية لأمن الجيش بولاية تيزي وزو، سخروا لهم عملية كاملة مخابرات وجيش وأمن بالناحية العسكرية الأولى، نندب، من تفكيك مجموعة إجرامية متمكنة من